ثالثا، رموز وألوان علم مصر الحالي. يبقى احنا زي ما اتفقنا عايزين نعرف مع بعض كل لون في علم مصر بيعبر عن ايه وبيرمز لإيه. يظهر علم مصر على شكل مستطيل أفقي مكون من 3 ألوان. يبقى علم مصر يظهر على شكل ايه؟ مستطيل. ادي المستطيل اهو أفقي، مش مستطيل مثلا رأسي واقف كده، لا، مستطيل أفقي ومكون من 3 ألوان زي ما احنا اتفقنا. أول لون خالص اللي هو بيبقى فوق ده بيرمز إلى دم الشهداء الذين ضحوا من أجل الوطن. يبقى اللون الأحمر بيرمز إلى دم الشهداء الذين ضحوا من أجل الوطن. بعد كده عندنا في النص اللون الأبيض، وده طبعا بيرمز إلى النقاء والرخاء والسلام. يبقى اللون الأبيض بيرمز إلى النقاء والرخاء والسلام. في وسط اللون الأبيض بنلاحظ إن فيه نسر. النسر ده اللي هو بيتوسط اللون الأبيض، وده يعتبر لونه ذهبي، وبيبقى مكتوب على قاعدة النسر ده كده من تحت جمهورية مصر العربية. أما بقى بالنسبة للنسر هو بيرمز لإيه؟ وهو بيرمز للقوة، وطبعا هو مستوحي من نسر القائد صلاح الدين الأيوبي. يبقى اللون الأبيض بيرمز إلى النقاء والرخاء والسلام، والنسر الذهبي اللي في النص ده مكتوب على القاعدة بتاعته جمهورية مصر العربية، وهو طبعا بيعتبر رمز للقوة ومستوحي من